والآن كرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمكن أن نؤكد لك بأنني لم أرى هنالك ربما مسألة رياضية واضحة في عالم كرة القدم. نحن نسير كل مباراة بمباراة. الآن نحن أمام منتخب قوي في دور ثمن النهائي، وبالطبع من الصعب جدا أن نفوز عليه. وبالنسبة لنا نحن منتخب نحب الاستحواذ على الكرة، ربما نصل في بعض الأحيان إلى 80% من الاستحواذ من خلال الامتلاك الكرة. من الممكن أن نصنع الكثير من الفرص، سنرى ماذا سيحدث، ولكن لدي أحاسيس إيجابية جدا. ولكن بالطبع كان هنالك خيبة أمل كبيرة فيما حصل في مباراة الأمس، ولكن نحن في حالة ممتازة وربما كان. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير. ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. وفي هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم ماذا قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وكذلك بوسكيتس ماذا قال عن هذه المواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء على الساعة 4 بتوقيت المغرب. واحد سعيد للأسود. ما نطولش عليكم، نخليكم تكتشفوا معنا هذا الفيديو. كنا مستحوذين على الكرة، كنا نسيطر على الكرة، وكانوا ينتظرون أن نضيع الكرة أو حملة مرتدة، وهذا ما حصل في الشوط الثاني. فقد استغلوا الفرصة وهكذا تقووا وارتجعوا إلى الحملة المرتدة وهم سريعون. يجب أن نحسن لاعبينا، المهم أن نتأهلنا. فالشوط الثاني كان عبارة عن فيلم للخوف للرعب. فعلا لم نكن نطمح ونتمنى هذيك، كنا نتمنى أن نربح المباراة. والمهم علينا أن نستمر. هناك تم النهاية ضد المغرب، وسوف تكون مباراة جد صعبة. ماذا حصل في وسط الملعب؟ لم يلعب، لم نكن نحس لم نكن نسيطر على وسط الملعب، فهم كانوا يضغطون علينا. كنا ندرك أن الأمر سيكون على هذا، وللأسف للإصابات، وهذا رجع لثقل المبالغ فيها. يجب أن نحسن الأخطاء وأن نحاول أن نستمر وأن نقصي الخصم المقبل. وأنتم سوف تواجهون المغرب، هو فريق صعب. كنا نطمح أن يكون أول فريق، لم يكن علينا أن نخسر الفريق. والآن نمر كوصيف، ولا يعني أن المباراة المقبلة سوف تكون سهلة أو صعبة. ونواجه منتخب كبير مثل منتخب المغرب. يزعجك القول أن إسبانيا لربما فضلت المركز الثاني لتقابل المغرب أفضل من أن تقابل المنتخب الكرواتي؟ تحليل بعض الصحفيين أو النقاد الرياضيين. كلا، في الواقع أنا لا أرى ذلك أبدا. أنا أعرف جيدا الفريق والطاقم الفني، ونحن قاتلنا من أجل أن نتبوأ صدارة المجموعة، ولكن هذا لم يكن ممكنا. الآن سنواجه منتخبا قام بعمل كبير، المنتخب المغربي، وهو بلد شقيق بالنسبة لنا. نحن نحب بعضنا البعض. المنتخب المغربي، المغرب وإسبانيا، هنالك علاقة وطيدة بين البلدين، وبالتالي واحد من المنتخبين سيبقى خارج البطولة. وبالطبع هذا درس مهم من أجل أن نتعلم أكثر، من أجل أن يحاول كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه وأقصى ما لديه على أرضية الميدان، ومن أجل أن نصل في أفضل صورة لكل مباراة. في نسخة 22 لاحظنا المنتخبات، خلينا نقول لك، اللي مستواها أقل من المستويات المنتخبات الكبيرة أو الغير، باعتبار أن اليوم شفنا استراليا وكوريا الجنوبية واليابان، 3 منتخبات للتاريخ يكون تأهل لأول مرة دور 16. بالنسبة لي كرة القدم تكون أفضل بكثير هكذا. أنا بالنسبة لنا لا أرى بأن هنالك منتخب أو يمكن أن نصنف المنتخبات ينتمون إلى آسيا أو أمريكا الجنوبية وهم أقل من أوروبا. كل منتخب له فرص. صحيح أن أوروبا هي في مستوى أعلى من المنتخبات الأخرى، ولكن عندما نشاهد هذا ونشاهد بالطبع بالنسبة لنا نحن دائما ما نظهر تواضع واحترام
الاحترام لكل المنافسين ولكل المنتخبات التي تلعب أمامهم المنتخب الإسباني، وبالتالي أيضا يجب أن نلعب بثقة وبالقوة العقلية والذهنية التي تساعدنا على الفوز في كل مباراة. أعتقد بأننا قادرون على أن نكون أفضل من أي منافس، وأظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، ولكن شاهدنا في هذه البطولة في المباراة الأخيرة 5 أو 10 دقائق لا تؤدي في أفضل مستوياتك من الممكن أن تخسر المباراة. نأمل ألا يحدث ذلك معنا وأن نواصل وأن نفوز على المنتخب المغربي. نتكلم على كاس العالم الحالية الآن. أنا أشوف مستوى المنتخبات مستوى جدا عالي، كل المنتخبات اللي شاركت الأغلبية منتخبات عالية المستوى. دور ال 16 أنا راح أشوف منافسة حامية الوطيس بين المنتخبات، وكل مباراة راح تكون نهائي حقيقي، نهائي بطولة حتى على المستوى الفني. فهل أنت متخوف من ما سيعقب ذلك من منافسة شرسة؟ في الواقع أنا هادئ ومطمئن وسعيد جدا في كأس العالم. لا يجب أن تخشى أي شيء أو تهاب أي شيء عندما تكون في بلد وكل الملاعب قريبة من بعضها البعض، فهذا يسمح لك بأن تحضر لأكثر من مباراة. أعتقد بأن المنظمين هنا في دولة قطر قاموا بعمل كبير. نحن تحدثنا مع سفير قطر في دولة إسبانيا وأيضا القنصل في مدينة برشلونة، قنصل قطر في برشلونة، ولدينا علاقة بطبيعة الحال مع السيد الخليفي وأيضا مع السيد حسن الدوادي، وعرفنا كل التفاصيل وجئنا إلى هنا إلى قطر في العديد من المناسبات، وتحدثنا مع ممثلي السفارة الإسبانية والذي هو الآن هنالك سفير مختلف عن السفيرة بيلين والتي كانت موجودة في السابق. ولكن إذا تحدثنا بالطبع عن الجانب الفني والتقني نحن سعداء جدا. نحن بالنسبة لنا نقيم في الجامعة، إقامة المنتخب الإسباني في الجامعة، وبالطبع كان هنالك عمل كبير أن يكون كل شيء متاح بالنسبة لنا ونحن سعداء جدا، ولن نخاف أو نخشى أو نهاب أي شيء، بل سنستمتع بكل لحظة. كأس العالم هي فرصة فريدة جدا أن يكون هنالك ثقافات مختلفة وكل ثقافة تعرف الأخرى. من المنتخب الذي لفت انتباهك؟ أعتقد كان هنالك الكثير من المنتخبات، من بينها منتخب المغرب. المنتخب المغربي هو منتخب على الطراز الأوروبي، هذا صحيح. هنالك العديد من اللاعبين المعروفين بالنسبة لنا في إسبانيا وفي كل بلدان الأوروبية، وهو منتخب يتمتع بقوة بدنية كبيرة وسيعقد الأمور علينا. نحن المنتخب الإسباني وأيضا يعملون بصورة ممتازة، وهو بلد أيضا محبوبة في كل الوطن العربي، ويشعرون أنهم كما لو يلعبون في بيتهم هنا في قطر، وهذا ما نشعر به ونلمسه في الشارع بأن هنالك الكثير من الأشخاص. صحيح هنالك أشخاص يرتدون قميص الإسباني ويقولون بأننا المنتخب المرشح له، ولكن عندما نلعب أمام المغرب سنلعب خارج الديار، والمغرب سيلعب كما لو كان ذلك هو بيته، كما لو كانت قطر هو بيته. ولكن أريد من الجميع أن يشجع المنتخب الإسباني. سيد بياريس، مرحبا بك في الدوحة. أنا مغربي وسأعود لقطر 2022. بس عفوا كلاكما مغربيين. ماذا يحدث هنا برفقة مغربيان؟ هذا منافسك راح يكون. أنا لدي الكثير من الأصدقاء المغربيين والآن الصديقان آخران. برنامج شيرينغيتو أمس استصغر كثيرا المنتخب الوطني المغربي، وقال بأن اللاعبين المغاربة في إسبانيا لاعبين غير متمكنين، رغم أن هناك 4 لاعبين مغاربة في إسبانيا، 2 في إشبيلية. استصغروا النصيري رغم أنه قبل سنة كان سجل 27 هدف في الليغا. وهناك لاعبين مكونين في إسبانيا، أشرف حكيمي في ريال مدريد، عبدي زلزولي، كذلك منير محمدي. هل لا تظن أن هذا في صالح المنتخب المغربي، استصغار المنتخب المغربي بهذه الطريقة؟ وألا تظن أن هذا يعود إلى خوف شيرينغيتو من المنتخب المغربي؟
في الواقع من الممكن أن أؤكد لك بأننا نكن احترام كبير للمنتخب المغربي وللبلد أيضا. لبلد المغرب لدي علاقة وطيدة جدا مع سفيرة المغرب في إسبانيا صديقتي كريمة. نحن نتحدث كثيرا وقريبا جدا سأستقبل رسالة منها أو أنا سأرسل لها الرسالة. وفي النهاية ثقافتان قريبتان أو بلدان قريبتان وثقافتان أيضا، ومن يمكن أن يقول ذلك لا يمكن أن أتحدث عنه. ولكن بالنسبة لي نحن الاتحاد الإسباني نكن احترام كبير للمنتخب المغربي، ولكن نثق في لاعبينا ونأمل في أن نترشح إلى الدور التالي. ونفس الأمر بالنسبة للمغرب، ولكن نحن سنفعل كل شيء من أجل أن نترشح. ويحدث ما يحدث سنتصافح بعد نهاية المباراة مع لاعبي المغرب لأننا نحترمهم وهم لاعبون كبار جدا. أنك أندلسي قريب جدا من ثقافتنا العربية والمسلمة. وأنت تعرف جيدا غرناطة وما هي غرناطة بالنسبة للمغاربة. الكثير من المغاربة هنالك في غرناطة. أنا طبعا أشرف قال لي افتح الوقت معك واخذ راحتي، لانه هو دائما يقول لي لك وقت معين مع ضيوف، لانه هو انت مش ضيفي انا، انت ضيف اشرف، واشرف صاحب المكان. فبما انه هو فتح لي انا هو المدير عندي. كلا اشرف هو صديقي ولكن انا ضيف للبرنامج وانا ضيفك انت، وانا ممتن جدا بالتواجد هنا. هل هذا صحيح اشرف؟ اشرف صديقك وانا صديق اشرف، اذا انا صديقك ايضا. طيب بس لا احنا ولكن هل تشجع المغرب ايضا؟ انا اشجع المغرب، انا مع العرب، انا اسف. لكن عموما ان شاء الله انا اسمح لي انا اسف يعني. احمد الرواس، انا حاب ان اقول لك شغله. أنا أحترم وأحب الكرة الإسبانية كثيرا، ومن متابعين وشغوفين جدا بكرة القدم في إسبانيا، ولا نفوت أبدا مباريات الدوري الإسباني في حضورا في إسبانيا أو حتى من خلال شاشة البي إن سبورت. لكن عموما توضيح بسيط، الضيوف اللي تشوفهم في المجلس هنا من كل بستان زهر، كلهم من دول عربية مختلفة. عندك من دول الخليج، من السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن عمان، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من الأردن، من العراق، من مصر، فخليط من الوطن العربي طبعا ما بين كل الدول العربية. عندي في هذه البطولة احنا نسميها بطولة كل العرب كما قال سيدي سمو الأمير، فبالتالي هي فعلا تستحق ان نجتمع مع هؤلاء العرب يعني والحديث. فمن الصعب علي حتى نقول اشجع اسبانيا في وجود العرب، يعني انت عارف ايش راح يصير فيني. اتفهم ذلك تماما، اتفهم ذلك. انت شوف ضخامه اشرف وشوف ضخامه اسامه وشوف هالمسكين بينهم. ماذا سنفعل في النهاية؟ لا أعرف ماذا سأفعل، ولكن الأهم هو يوم السادس أن نفوز، وإذا لم نفوز أكرر مرة أخرى إسبانيا تعرف كيف تفوز وكيف تخسر أيضا. شفتوا معنا الفيديو وصل الختام ديالو، ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.